ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صباح الخير والسعادة على عيونكم، او مساء الورد على حسب التوقيت اللي هتشوفيني فيه. مين فينا ما بيحبش يبدأ يومه وهو مصحصح كده وكله نشاط علشان يقدر يكمل التزاماته ويشوف اللي وراه؟ فكل واحد فينا طبعا وليه مشروبه المفضل. في مننا اللي بيفضل يشرب قهوة، او في مننا بيحب النسكافيه او الكوفي ميكس وحاجات تانية كتير. يعني انا شخصيا اعرف ناس لو ما شربتش فنجان قهوتها الصبح قبل ما تبدأ اي حاجة بيبقى اليوم بتاعها مش مظبوط، يعني ومقفل، ما بتبقاش مستوعبة اي حد خالص. وفي ناس بتحب جدا مج الكوفي ميكس ده، وانا منهم. وبحب القهوة باللبن برضو، بتبقى تحفة، طعمها حلو جدا. النهاردة فيديو جديد هقولك فيه ان شاء الله ازاي تعملي بودرة الكوفي ميكس في البيت بمكونات بسيطة، وهيرمي معاكي كمان كمية وحاجة نظيفة ومعمولة قدام عينيكي وموفرة في نفس الوقت. طبعا لان اسعار المشروبات دي بقت دلوقتي بقت غالية جدا. ولكن قبل ما نبدأ نصلي ونسلم ونبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تمام. الكوفي ميكس ده عبارة عن نسكافيه ومضاف إليه بعض الإضافات علشان تعزز الطعم بتاعه. طيب إيه هي الإضافات دي؟ هقولك عليها إن شاء الله دلوقتي. هي إضافات سهلة وبسيطة جدا. نص كوباية من الكريم شانتيه الخام، ده بتجيبيه من عند العطار. نص كوباية من اللبن البودر، نص كوباية من السكر البودر، ربع كوباية نسكافيه خام أي نوع انت بتفضليه، ومعلقة كبيرة كاكاو خام، ده برضو من عند العطار، وواحدة فانيليا. وبس كده يا ست الكل، هي دي المكونات. هنجيب بقى كل المكونات دي، الكريم شانتيه والسكر البودر واللبن البودر والكاكاو والنسكافيه والفانيليا، وهنقلب كل دول مع بعض كويس قوي لحد ما يختلطوا ببعض. هنقلب كويس، وانا هنا هقلب كويس علشان السكر البودر عندي كان مكور كده، مكور كده كور صغيرة، لاني كنت محتفظة بيه في التلاجة. فهقلبه كويس لحد ما يفك من بعضه كده. تمام، شايفين؟ اللهم بارك الكمية قد ايه، وكمان الريحة تحفة. اي برطمان عندك او علبة هتعبيهم فيه. عايزة اقولك الكمية دي هتعمل 2 برطمان من ده. ولو وزنتيهم هيعملوا معاكي نص كيلو اكتر كمان. ما شاء الله. هتحتفظي بيه عادي في الكوفي كورنر عندك او في المطبخ. حاجة نظيفة ومغذية، لان طبعا متضاف له كاكاو ومتضاف له لبن بودر. يعني لو الاولاد حبوا يشربوا معاكي عادي خالص، مفيش مشكله. هو داخله كاكاو محطوط عليه لبن بودر. في افاده برضو. هتحطي معلقه كبيره او اكتر على حسب ما بتحبيه على مج كبير. ممكن تعمليه بالميه عادي او باللبن اللي يريحك. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا ومش هتبطلوا تعملوه. حاجه نظيفه وموفره ومغذي. اتمنى يعجبكم وتقولوا لي رايكم. لايك وشير واشتراك في القناة، ولو اول مرة تشوفيني فعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتنوريني في قناتي. مع السلامة.